كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الشهر الكريم جهينة نزلت لنا أطعمة جديدة في الزبادي اليوناني وفي اللبن الرايب. أطعمة المفروض رمضانية يعني. أنا متشوقة جدا أجربها. جبت ال3 أنواع من الزبادي وال3 أنواع اللي نزلوا من اللبن الرايب. تعالوا نجربهم سوا ونشوف هيطلعوا ايه مميزين. أنا متشوقة ليهم جدا. نبتدي باللبن الرايب. منزلين 3 أطعمة. أول طعم التمر باللوز، وتاني طعم بقمر الدين، والتالت بالقرفة. ال3 أطعمة دول نازلين جداد، زي السنة اللي فاتت برضو كانوا نزلوا بالمانجا والسوبيا، كان حلو برضو بصراحة. تعالوا نفتح أول حاجة قمر الدين، نردها. بسم الله. بس لونه اورنج كده. يلا بسم الله. بصوا، هو طعمه حلو، بس بصراحة طعم القمر الدين فيه ضعيف قوي قوي، يعني جاي من بعيد كده، بس هو طعمه حلو. ده اول واحد. بصوا، هو طعمه اقرب حاجة ليه الزبادو بالخوخ، بس على اضعف كده. تاني حاجة هجربها اللي بالتمر واللوز. ده الحقيقة اكتر حاجة متحمسة له عشان انا بحب التمر اصلا. ريحته فيها مكسرات. بصوا، ده لون البلح بالتمر على بني كده شوية. تعالوا ندوق. بسم الله. برضو الطعم فيه ضعيف، مدي طعم اللوز بس على الهادي قوي، ومدي طعم التمر على الهادي قوي 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 يعني. طعمه حلو برضو. لبن رايب بهنت الحاجات دي شويه كده، لكن مش ظاهره فيه. وبرضو عايزه اقول لكم انه مدي شويه على طعم بسكوت، شويه من بعيد كده. الامل بقى ان الطعم يبقى قوي في القرفه. تعالوا نشوف. يا ريحتها قرفه جدا، ولونها يعني مش مدي قوي، لون مختلف يعني، مصفر بس شويه. بسم الله. طعمها قرفه فعلا، واضحه. ده طعم القرفه ظاهر فيها عن الباقيين، برضو مش قوي قوي، بس ظاهر انت عارف انك بتشرب لبن بالقرفه. فبصراحه هما ال3 حلوين. هو بس الطعم كان عايز يبقى اقوى من كده شويه. اكتر حاجه عجبتني اللي بقمر الدين القرفه والتمر. الاتنين عندي زي بعض يعني. بس 3 يستاهلوا التجربه، حلوين مش وحشين، هما يقووا بس طعم شويه. ندخل بقى على الزبادي اليوناني. انا من محبي الزبادي اليوناني من جهينة الصراحه. فهم نزلوا بقى ال3 اطعمه دول. طبعا يعني فيهم كل واحد فيه 12 جرام بروتين. ده بطعم التمر برضو، وده بطعم الكركديه. ده زبادي يوناني بالفراوله والكركديه وبذور الشيا، ده مختلف تماما. وده بطعم التين والزبيب. ال3 دول برضو نازلين جداد في رمضان. تعالوا نفتح ايه اول حاجه. نفتح التين والزبيب. بسم الله. بصوا، شكله مش عارفه باين عندكم ولا لا. وقعت الحمد لله. يلا. بصوا، هو باين فيها حتت المفروض من التين والزبيب باينه في القطع يعني. شايفين؟ بس انا عايزه ابينها لكم. شايفين؟
مش عارفه باينه عندكم ولا لا. المهم تعالوا ندوق. بسم الله. زبيب، فيها حتت زبيب. حلو، ده لذيذ. انا باين في بقي طعم الزبيب، بس طعم التين برضو مش باين قوي، بس هو سكره حلو وطعمه حلو ومختلف. تعالوا بقى ندوق اللي بالتمر. تعالوا ندوق. بسم الله. لا ده طعمه غريب. في حته تمر المفروض برضو. لا ده ما عجبنيش، في طعم غريب كده، مش فاهمه هي ايه، بس مش تمر، مش طعم تمر ده. ده بعيد شويه، فده لا ما عجبنيش. تعالوا نشوف بقى ايه اخر حاجه، اللي بالكركديه والفراوله وبذور الشيا. ده انا متحمسه له قوي لانه حاجه جديده مختلفه. اوه بصوا لونه يا جماعه تحفه. بصوا لونه ارجواني كده، اللي هو البنفسجي، لونه حلو جدا، ريحته كمان حلوه. تعالوا ندوقه، فيه قطع حاجات جوه برضو. تعالوا ندوق. بسم الله. بذور الشاي بتقرمش. ده طعمه حلو قوي، ده عجبني. القرمشه بتاعت بذور الشيا، طعم الفراوله مع الكركديه باينين ومختلفين. ده مختلف وحلو قوي، ده عجبني قوي. وده حلوين. انا هرتب بالكركديه الاول، بعد كده البتين. ده الحقيقه ما عجبنيش قوي، ممكن يكون مش ذوقي، بس هو ما دخلش دماغي قوي. بس كده، دي كانت الحاجات الجديده اللي نازله من جهينه في رمضان. جربناهم بصراحه، هي تجربه جديده وكلهم حلوين. زي ما قلت لكم، هنا عجبني قمر الدين اكتر، وهنا عجبني الكركديه اكتر. بس كده، جربوهم، يستاهلوا التجربه. يلا باي باي.